حبايبي عاملين ايه؟ يا خالو. هي فين؟ جوه اوضتها. اوكي خدي يا حبيبتي. تسلم ايدك. يلا. يلا بينا. مستعدين؟ مش عايزكم تقلقوا. انا مرتب كل حاجه وكله تحت السيطره. بس ايه الشياكه دي؟ يا ولا انت ابو عين حلوه. مين اللي رن الجرس؟ خاله. رمزي؟ في ايه يا رمزي؟ مفيش حاجه، ما تقلقيش كده. ايهاب كويس؟ ايهاب كويس. امال في ايه؟ وانتوا لابسين ليه؟ مفيش حاجه يعني. انا هفهمك. انا النهارده الصبح جيت قعدت مع البنات واتكلمنا في الموضوع ما خلاص خلصنا كلام في الموضوع ده. طبعا كتر خيرك اللي انت عملته، بس انا قلت لكم ان انا مش عاوزه اتكلم في الموضوع ده تاني. طب اسمعينا بس يا ماما. مش عاوزه اسمع، انتوا ما بتفهموش. انا خلاص نقلت حسن. نقلتيه فين وليه؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه؟ هتسيبينا واقفين هنا كتير كده؟ انا واخد ميعاد. وميعاد مستعجل قوي على فكرة. اتفضل. ندخل؟ اتفضلوا طبعا، تنوروا الدنيا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء الخير يا انكل. تعالي تعالي اقعدي جنبنا هنا يا عروسة. اتفضلي. يا اهلا. انا اروى كلمتني وقالت لي اجي النهارده علشان اطلبك من رمزي. وانا هند كلمتني وقالت لي لازم تكون موجود النهارده علشان انكل حسن هيطلب ايد ماما. وانا بقى اللي ظبطت الموضوع كله من الاول. باختصار شديد وعشان ما تفضليش محتاره كتير، اول حاجه احنا اسفين، ده مبدئيا. تاني حاجه احنا موافقين. وتالت حاجه بقى احنا قررنا اننا نخوض معاكي التجربه دي، والفضل بيرجع لاتنين: خاله اللي جه واتكلم معانا وبصراحه كان عنده وجهه نظر مهمه جدا، وانكل حسن اتكلم معايا برضو وشرح لي ان ولاده ما كانوش موافقين، بس بعد تفكير وافقوا. ومين عارف، مش ممكن في الاخر انتي وانكل حسن تطلعوا صح؟ مبروك يا ماما. انتوا مستعجلين عليا يا بنات. انا لسه هسأل عن اخلاقه وعن ماضيه وعن لا معلش استنى بقى. لا تسأل على مين؟ ده احنا ابننا زينة الشباب. طبعا شباب ايه زين. طبعا. وبعدين على كل حال احنا بنشتري راجل، ولا ايه يا نادي؟ طبعا على ما هتجمع وترد علينا نكون احنا قرينا الفاتحه وخلصنا. مش حد بيزغرط ولا ايه؟ زغروطه ولا ايه؟ بس ايه مالكوا هفتانين ليه يا بنات؟ يا سيدي دين في العتاقي ماما. الله. انا جبت لكم المطبخ هنا عشان ده المكان الوحيد اللي ابوكم مش هيشك فيه ان احنا بنقعد فيه. اقعدوا. ايه اللي بتعمله ده؟ لزوم السسبنس. بصوا بقى يا شباب، المرحله اللي داخلين عليها دي اسمها اعصر على نفسك ليمونه، ودي هتبتدي من النهارده وهتنتهي بعد الفرح مباشره. امكم اتقرت فتحتها يا بنات واحنا هنقرا الفاتحه. هما دلوقتي قاعدين بيرتبوا هيعملوا ايه. المرحله دي اسمها ريح الزبون. المرحله دي خلاص ابتدت. عندنا 3 كلمات بس ممكن نقولهم في المرحله دي: كلمه حاضر ونعم
وطيب. كلمة لأ مش معانا خالص في المرحلة دي. دي هتخلص امتى بقى؟ بعد الفرح. قصدك ان احنا نبتدي بعد الفرح على طول؟ يعني افهم من كلامك ان احنا مش هنعمل اي مشاكل دلوقتي؟ خالص، بالعكس، ده احنا لو في مشكله هنساعد في حلها. خلي بالكم ان ماما هتبقى فاكره ان احنا كلنا قافشين. لا بعد اللي قلناه بره ده استحاله. بالعكس انا مع هند. ماما زمانها دلوقتي قاعده حاطه ايديها على قلبها. وخلي بالكم احنا اللي رايحين لهم مش هم اللي جايين لنا. بالظبط، وده معناه ان الرزاله منهم هتبدا من بدري. لازم نثبت لابوكوا ان كل الكلام اللي قلناه له كان حقيقي. بس انا كل الكلام اللي قلته له كان حقيقي، انا ما كدبتش عليه في حاجه. مين بس قال ان احنا بنكذب؟ اللي بنعمله ده لمصلحته هو قبل مصلحتنا. بالظبط. دورنا في المرحله دي ان انكل حسن والاربع غربان اللي معاه. مرحله عصر الليمون دي هتشمل كل ما هو ادب وشياكه وجمال وريق حلو مع ناديه، وطبعا البوم الاربعه. يشوفونا كبلسم. عارفين يعني ايه بلسم؟ يعني يتحط على الجرح يطيب. لازم نصعب على ماما. مهما استفزونا، مهما عملوا فينا، احنا هنستقبل كل ده بالشياكه والهدوء. احنا غلابه اصلنا، عشان ابوه لازم يعرف ان احنا معاه وفي ظهره في كل حاجه، عشان لما يجي يطلق ان شاء الله نبقى احنا برضه اللي معاه وفي ظهره. مالك؟ قاعده براجع نفسي بصراحه. يعني الست برضو قالت خلاص واعتبروا الموضوع ده ما حصلش. وانتي خدتي بالكلام ده يا سكر؟ حبيبتي امك كانت هتورينا الويل. عندها حق. وانتيش ضمنك ان الموضوع ده ما يتكررش تاني ما دام هي فتحت قلبها مره. كانت هتسيب الباب موارب. حتى لو نقلته او بعدت عنه كانوا ممكن يرجعوا لبعض في اي لحظه. مش بعيد اصلا كانوا يتجوزوا من ورانا ولا يتجوزوا عرفي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت هبله انت كمان. انا بقولك الحقيقه. ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما انا قلت، بدايه الشغل الحقيقي هيبقى بعد الفرح. نسيبه يوم ويتبسط. الله يفيك الخير يا ابني. عيب يا ابني، زي ابويا برضه. انتوا فاكرين ابوكم مش عارف الكلام ده؟ ده صعب مننا كلنا. بسمع للاخر. مش هيعرف، عمرها ما هتيجي في دماغه. عارفين ازاي ده هيحصل؟ لو عدينا مرحله عصر الليمون مظبوط تيبيكال، هو هيبقى فاكر ان احنا مش هنبقى معاه وهنعمل له مشاكل. بس لو حصل العكس، جون على ارضك يا معلم. احنا بنعمل كل ده عشان بفضل الله ما يرجعش يفكر في الموضوع ده تاني. ها متفقين؟ الباب الموارب لازم يتقفل واحنا اللي هنقفله. فاهمه يا نيلي؟ انا هضرب لكم الولد ده كل ما اشوفه. انتي عبيطه؟ اوعي تعملي كده، انتي كده هتبوظي لنا كل اللي هنعمله. خلاص هلعب معاه من غير مد ايد. ها مش انت بتحبي الكوره برضو؟ انت هتبقي المهاجم بتاعنا في المرحله الثانيه. وانا فين من الليمون ده كله بقى؟ انت معانا في كل اللي هنعمله، بس اهم حاجه السريه التامه. ابوك لو عرف حاجه ايامك معانا هتبقى زي الزفت. الموضوع ما فيهوش تهريج. ديشا، انت لو فتحت بقك انت اللي هتخسر. مصطفى احنا ما بنهرجش. ماشي بس انا عايز اعمل معاكم حاجه. انت هتعمل زي ما احنا هنعمل بالظبط. البومه الصغيره دي مهما ضايقتك ولا ضربتك ما تتكلمش خالص. وانت ليك دور ودور كبير كمان، بس مش دلوقتي، في المرحله التانيه. ولحد ما المرحله التانيه دي تيجي احنا اجتماعاتنا هتفضل هنا في المطبخ. تمام؟ وللعلم المرحله الثانيه اسمها وداعا يا حبيب العمر. نقرا الفاتحه. سموا المرحله التانيه انتي طالق. حلو ده. على بركه الله يا شباب. المرحله التانيه انتي طالب. مش عارف اقول لك يا رمزي. ليه عقبالك؟ والله نفسي. انت فاكرني اتجننت؟ بقول لك ايه، انا لازم امشي. كان نفسي افضل معاكي اليوم كله بس معلش بقى ملحوقه. هتصدقيني لو قلت لك ان انا لسه مش فاهمه حاجه؟ بس انتي نورتيني بجد وشكرا على كل حاجه. بصي بقى، من النهارده اعرفي ان انت ليكي اخت كبيره. لو زعلك في اي حاجه تكلميني تشتكي لي على طول. حاضر. الف الف مبروك الله يا يبارك حبيبتي. فيكي يا حبيبتي. الف مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي.
ناديه ممكن تدينا بكره اجازه انا وانتي؟ ليه؟ يا ريت كمان البنات يبقوا معانا. ليه يا حسن؟ من غير ليه. Scent of the pine, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. انت بتتهرب مني ليه؟ انا عايز فلوسي. قلت لي اقول لك قبلها باسبوع، دلوقتي فات اكتر من شهر. بقول لك عايز فلوسي. هستنى مكالمتك بكره. بكره. في علي بتزعق ليه؟ لا مفيش حاجه. هو انت عماله تبوسي على الباب كل شويه ليه؟ انت مستنيه حد؟ شفتك وانت داخل البيت كنت زي القمر. انت اللي زي القمر. كان نفسي تكوني معايا قوي النهارده. وانا اكتر بجد. مراد، استنى اكلمك تاني. ده ابوك فين كل ده؟ بيجيب عروسته من الكوافير. فير؟ طب اخلع انت. يا ابني افرد وشك بقى. اهو. كده تمام؟ تمام، احلى بكتير. ايه الديكوريشن الحلو ده؟ كرييتيف انت برضه. خلي العريس يفرح. حقه. ما خلاص بقى يا ندى. طب ما تزعقش، في ايه؟ انت عارفه ان انا كلمت يوسف وقلت له ان احنا هنشتغل سوا؟ فعلا؟ غيرت رايي. مش هسألك ليه الصراحة، كده أحسن. على الأقل هشوفك كل يوم. انت هتروحي هناك كل يوم بقى ليه ان شاء الله؟ تفتكر هروح ليه؟ وعشان مين؟ يا ابني كفاية قفش. النهارده فرح أبوك، افرح. افرح وفرح ابويا كلمتين ما يليقوش على بعض اصلا. هاي. هاي. ازيك انت؟ كويس. هند في مقام اختي. ندى صاحبتي. مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا. بس ايه الديكوريشن الحلو ده؟ متقم مع فستاني ولا ايه؟ ايه رايك؟ حلو قوي. بس ما قلتيش ليه ساعدك، بس كنت بجد ساعدتك والله. ده على اساس انك بتفهمي يعني؟ افندم؟ لا معلش، هو تيتو بيحب يهزر كده ساعات. ربنا يكون في عونك يا بنتي والله. بس بقول لك ايه، امك هيبقى شكلها حلو قوي في الفرح. اولا اسمها مامتك، ثانيا عقبالكم يا حبيبتي. عقبالكم. ثانك يو. عن اذنكم. اتفضلي. لذيذة قوي. لذيذه؟ والله انت اللي لذيذه. انت اكتر واحده فيهم مش سهله. انت اللي سهل يعني؟ انا السهل الممتنع. يا اخويا قول. عايزه اعرف انت ليه مش مبسوط؟ لا انا مبسوط. هي حرة في قرارها بقى. اقعدي مع ولاد عمتي. عندك حق. هاي. ازيك؟ عاملين ايه؟ عقبالكم. الو؟ دورت على رقمك وقلت اكلمك اول لما استقريت. وحشني القعاد معاك. هو انت فين؟ لما اشوفك هحكي لك، هبعت لك اللوكيشن. طيب ماشي، هخلص اللي بعمله واجيلك على طول. باي. مساء الخير. مساء النور. انت الدكتور ايهاب؟ بالظبط. انا كنت عايزه اعرف لو ممكن نتقابل في وقت تاني في مكان تاني نتكلم شويه. ده بخصوص ايه؟ ضروري قوي تعرف؟ لا مش لازم، عادي. احسن. نسيت اعرفك بنفسي، انا اسمي شذا. هو مش انت اللي هتتجوزي بابا؟ واضح انت قوي. يا ريت رمزي كان واضح زيك، بس هو مش واضح خالص. لا هو واضح، بس ممكن انت اللي مش عارفاه كويس. لا عارفاه يعني، او على الاقل عارفه كل اللي هو حكيه. اكيد في حاجات انت عارفها، وهي دي الحاجات اللي رمزي مش راضي يحكيها. انما اوعدك يا ايهاب
إن رمزي لو حكى هعرف أرد عليك. شفت أنت وضوح كده قبل كده؟ بصراحة لا. يلا يا جماعة، العروسة وصلت. يلا. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم. خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، وسيبني أحلم. صباح الخير يا ولاد. فل. تعملوا ايه؟ بنعمل لحضرتك عصير برتقال وبابا. الله. على فكره بابا بيحب عصير البرتقال جدا. واكيد حضرتك كمان بتحبيه. اكيد. مش عارفه اقول لكم ايه بجد، ميرسي. دي اقل حاجه ممكن نعملها لحضرتك. حبيبي ربنا يخليك. طب قولي اساعدكم؟ لا يعني حضرتك ما تساعديناش عشان احنا عايزين نفاجئ بابا. طب قولوا لي عاوزين تفطروا ايه؟ احنا ممكن نستنى اخواتنا كلهم لما ينزلوا احسن. مامتي النهارده اجازه، بتخلي نيلي تلعب معايا كوره. انا مش بحب نيلي تلعب كوره. ليه؟ عشان دي لعبه ولاد. بس اقول لك النهارده هخليها تلعب معاك كوره. صباح الخير. صباح الفل يا عريس. صباح النور يا اخويا. الولاد فاجئوني، لقيتهم عاملين لنا عصير برتقال. ايه الجمال ده؟ اتفضل يا حبيبي. حبيبي تسلم ايدك. انا ثانيه بس هطلع اجيب الموبايل وانزل اكمل على طول. وانا جاي معاك. صباح الخير. صباح الفل. جاي معايا فين؟ فوق. خليك قاعد هنا على الموبايل، لو في حاجه كلمني. ماشي. يلا. معلش بقى، انا نمت امبارح قبليها. ولا يهمك، المهم ان اصطبح بوشك الحلو ده. وحشتيني. مش وقته خالص يا بابا، مش وقته. صباح الخير. صباح الخير يا روحي.
انت كويس؟ اه يا انكل. اخواتك لسه نايمين؟ لا صحيوا. طب كويس، اعمل بقى افطار لينا كلنا عشان اجي اقول لك الفطار جاهز يا مدام. هو ده عصير برتقال؟ ايوه. مراد نازل هيكمل. لا يا حبيبتي اتفضلي. لا يا انكل، انا هستنى مراد. لا انا ما شربتش منها، استنى انا مراد. اتفضلي. شكرا يا انكل. الف عين. خد بقى اشرب معايا عشان تجري ورايا. اكتر من كده. يا نهار اسود. حلو قوي. حلو قوي فعلا. ايه ده انك فيهم الثمالة. والله يا مراد ده جميل. ما تخافوش يا جماعه فار. بتعمل ايه؟ هو صرصار. هو ايه خلاص انا هتعامل، ما تقلقوش يعني. بتحكي على ايه يا ماما؟ بقول لك فار. فار. هات حاجه نرشها. رش ايه يا ماما؟ كبير قوي. نرش ميه. تخافوش. خلاص اتفضلوا انتوا، انا هتعامل يا بنات. ما تخافوش. اتفضلوا هم فين؟ في الاوض. اوكي تمام، انا هتعامل. انت تمام. انت روح نادي فران عشان نمسك اخواتك ونخلص الموضوع. ايه اللي بتقوله ده؟ ادعي لي ادعي لي. انت بتخاف من الفيران؟ لا. طب ادخل. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معرفش، بس اكيد حاجه مش مظبوطه. انت كنتي فين؟ كنت في الحمام، مش قادره. بطني. وقلت له صباحية مباركة ولا لسه؟ عريس زمانه في الحمام دلوقتي. عملتوا ايه؟ هحكي لك لما نتقابل. هتروح ليوسف؟ ايوه. طاهر في ايه؟ اقفلي يا ندى ثانيه. في ايه يا ابني؟ الحق اللي حصل. ايه ده؟ على فكره مش عايز كنت لا يا بنات. متقلقش، ما تقلقوش، انا عملت كل حاجه وخلصت الموضوع. عملت ايه؟ لا انا قبضت على كلهم فراخ كلها. سعي مش قادره. بس هل هموت يا ماما؟ مش قادره. سلامتك. انا فاكره البرتقال ده فيه حاجه. اجيب لك دواء. من ساعه ما شربته وانا مش مظبوطه خالص. ايه ده وانا؟ صباح الخير. صباح الخير. انت اتاخرت، كنت فين؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. ايه ده؟ تفتكر ليلى هيكون عندها ايه؟ ايه ده؟ اوكي. عايزاكم. ما تقلقوش يا بنات، عادي خلاص الموضوع خلص، ولو في حاجه انا موجود. مش كده يا حسن. امال ازاي؟ ايه ده ديشا ازاي؟ عاجبك كده؟ دول ضعيف خالص يا ابني. هو ايه الدواء ده؟ وانا ايش عرفني اللي كان كل ده هيحصل؟ يخرب بيتك يا علي. يا ولاد شوفوا فين بقى. ها جبنا جون؟ جون ايه؟ علي احنا في كارثه.
اللي بيحصل تحت ده مش طبيعي. انت قصدك مغص ليلى؟ البرتقان ده اكيد في حاجه. هما اللي جابوا الفيران. وماما وانكل حسن برضو شكلهم مش طبيعي. هما اللي بدأوا. هيزعلوا. والبادي اصلا. يا بابا انا موقفك هنا، في حاجه؟ لا قول لي انت ايه الاخبار؟ مفيش حاجه. انا زعلان انك دايما شايفني غلطان ودايما بتكبر المواضيع اكبر من اللازم. انا فعلا مكبر المواضيع. ان شاء الله ربنا يعوضني على خسارتي. ونعم بالله. طب قول لي هتعمل ايه؟ مفيش، هخش جمعيات واشتغل لحد ما اعوض اللي خسرته. فكرة حلوة الجمعيات دي. طب ايه رأيك تبيع أدوية متجدولة للمدمنين وتكسب فلوس كتير جدا؟ بدل الجمعيات بقى وجع الدماغ ده. ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ انا ما اعملش كده طبعا. امال انت تعمل ايه يا علي؟ انا قلت لك هشتغل وهتعب وربنا هيعوضني. ربنا. عارف يا علي، الكلام اللي كنت بقوله لك عن الرسائل اللي ربنا بيبعتها دي ما كانش بيبعتها لك انت. عشان انا مش محتاج رسائل، انا عارف انا بعمل ايه ومخطط لكل اللي بعمله كويس. صح. هو كان بيبعتها لي انا. عارف ليه كان بيبعتها لي انا؟ عشان اعرف حقارتك ووسختك يا واطي يا وسخ يا حقير. بقى انت يا دكتور، انت بتتاجر في المخدرات يا دكتور، بتضيع نفسك عشان خاطر الفلوس يا علي. يا اخي يلعن ابو الفلوس على ابوك انت كمان لو هتخليك تضيع نفسك. بقول لك ايه يا ديشا، هو مين جاركوا اللي جنبكوا ده اللي انكل كان بيتخانق معاه؟ قصدك دكتور سالم؟ صح، هو ده. هو انكل متخانق معاه ليه؟ انا السبب. انت السبب ازاي؟ سمعتهم مره وهم بيقولوا ان ده الدكتور اللي موت مامتي وهي بتولدني. وما اتصلش بيك تاني بعدها؟ لا، وانا مش عايزه يتصل. ليه يا رمزي؟ كده يا حسن، عشان انا كنت بعديله كتير قوي. المره دي قررت ما فوتش الغلط. المهم ما تشغلش بالك بيا انا. انت بقى مالك؟ شكلك مش مظبوط وما تقوليش مفيش حاجه. شويه مشاكل بس كده. مع ناديه؟ انتوا لحقتوا؟ لا يا سيدي، انا اتخانقت مع علي. علي؟ يا راجل، ده العاقل الوحيد اللي فيهم. ما انا كنت فاكر كده. طب احكي لي. انا مش عايز افتكر اصلا. بقول لك ايه، لو الموضوع ينفع يعدي عديه. ما يعديش يا رمزي. برضه والله انا ما بقتش عارف هو العيب في مين، فينا ولا فيهم؟ في الاتنين. انا اكتشفت ان انا ما اعرفش ولادي، ما ربيتهمش، بيضحكوا عليا. انا طلعت عبيط. فتره وهتعدي، العيال كلها كده. باشمهندس حسن، هو جواز حلو؟ طب رد عليه وقول له ايه ده والنبي. قول له لسه مش عارف. ازاي بس لسه مش عارف يا هندسه؟ اطلع بره يا عاشور، اطلع بره حبيبي، بكره هتعرف كل حاجه لوحدك. رمزي،
انا كلمت ايهاب وهيعدي عليا النهارده. ليه يا ناديه؟ ليه؟ عشان مش هقبل ان حالكم يوصل للدرجه دي. من فضلك سيبني اتصرف المره دي. سيبها يا رمزي. ما ينفعش تخسره تاني يا رمزي. انا ما خسرتوش اولاني، انا انقذته. ايه فالمره دي هتسيبه؟ هو اللي سابني. يا رمزي سيب ناديه تتكلم معاه. حسن من فضلك عاوزاك. انت ما رحتش الشغل ولا ايه؟ انا سبت الشغل. وانا سبت ندى. ليه؟ انت ابوك عارف موضوع انك سبت الشغل ده؟ عارف. انا خناقه كبيره طبعا. يعني حاجه زي كده. حاجه زي كده ايه؟ ما تفهمني يا ابني اللي حصل. كبر دماغك بقى طاهر. البوم جوه؟ ما شفتش حد وانا نازل، لا. هو في يا علي؟ ما هتلاقي 200 صيدليه تانية عادي يعني. ما تسيبك مني يا طاهر بقى، سيبك مني. مين اللي ساب التاني؟ انت ولا هي؟ انا. ليه كده بس؟ صباح الخير، ازيك يا علي؟ ازيك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عايز مشاكل. انت اتجننت، انا عايزه اتكلم معاك. وانا مش هتكلم، الكلام خلص خلاص. هو مش بمزاجك على فكره. ولا بمزاجي. يا جماعه وطوا صوتكم البنات جوه، مش هينفع كده. يوه انا حياتي هتبوظ بسبب بنات. اهدي بس يا ندى، اهدي. انا شاكه ان الخناقه دي تكون بسببي. ليه؟ انا المفروض اكون اهم عندك لو حصل ايه؟ لو اخواتك وباباك كويسين يبقى خلاص. هو ده الموضوع اللي انت ماسكه فيه؟ واللي حصل امبارح عادي يعني؟ ما هو حصل ليه؟ ما هو بسببك. كنت عايزه انا اعمل ايه؟ اسيب البنت بتموت واجيلك؟ تسيب اي حاجه وتجيلي يا طاهر. ليه؟ عشان اتساب في الاخر؟ يا جماعه وطوا صوتكم، مش ناقصين مشاكل لو ابوك عارف انها جت هنا. تعالى انا عايزه اتكلم معاك. صباح الخير. صباح النور. هو طاهر كان بيتخانق؟ لا لا مفيش خناقه ولا حاجه. تمام. طيب عن اذنك. اتفضلي. سبتك بالليل براحتك وصاحي النهارده الصبح مش عاوز حتى تبص في عينيا. مستنيه ان انت تتكلم ومش راضي تتكلم. في ايه يا حسن؟ مفيش. خلينا نتكلم في الشغل احسن. دلوقتي خلينا نتكلم في الشغل احسن. اتفضل قول بسرعه حصل ايه قبل ما المهندس حمدي يجي. اتخانقت مع علي ليه؟ لا شدينا مع بعض عادي. مش مصدقاك. ليه بتعاملني كأني غريبة؟ ليه بتعمل عكس اللي انت بتقولي اعمله؟ المهندس حمدي وصل. خليه يتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا يا باشمهندسه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. المهندسه نوره مديره المشروعات عندنا في الشركه. اهلا وسهلا. المهندس حسن مدير المشروعات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اقعدوا. ان شاء الله دي تكون بدايه لشراكه ناجحه بيننا في مشاريع كتير. ان شاء الله. تشربوا ايه؟ اتفضل. عاملاها من غير سكر، شوف بقى لو عايز. لا انا بشربه من غير سكر، شكرا. هو انت ما رحتش الشغل النهارده ليه؟ اجازه؟ اجازه. انا سبت الشغل. ليه؟ يعني عشان ان شاء الله اروح حاجه اكبر يعني. اوكي. هي بتفرق يعني في المرتب؟ اكيد. قولي لي، قررت انتي واخواتك هتعملوا ايه في الموضوع بتاعنا؟ انتوا قررتوا؟ لسه مش لاقيين وقت نقعد. فرح. بس ان شاء الله هنوصل لطريقه يعني. ان شاء الله.
هو انت وانكل كنتوا بتتخانقوا ليه امبارح؟ انا اسفه على تطفلي، بس انا سمعت صوت عادي. لا دي ما كانتش خناقه، ده كان مجرد اختلاف في وجهات نظر يعني. اختلاف وجهات نظر. بص انا بصراحه شفتكم من البلكونه. انت عايزه مني ايه؟ عايزه اقول لك ان ماما بتعمل معايا كده كتير، وانا اللي بروح اصالحها برضه في الاخر. انكل حسن طيب قوي، يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي مخلياني مش عارفه اقرر ان احنا نسيب البيت. انا عارفه ان انت مش عايز تتكلم في حاجه، بس انت صعبت عليا قوي امبارح. بس عادي، هو دايما الكبير غلطته كبيره. اول عيل ده بيكون فار تجارب لاهله في كل حاجه. انا مش فاهم انت بتقولي الكلام ده ليه؟ انت عايزه مني ايه؟ ايه يا نادي؟ في حاجة؟ على وصول. والبنات فين؟ خليتهم يقعدوا في الجنينه بره عشان مش عاوزه اسمع حاجه. مالك؟ مفيش. متأكدة؟ اهلا يا دكتور، اتفضل اتفضل. مساء الخير. البنات مستنيينك في الجنينه بره، من فضلك ما تضغطش عليهم. حاضر، بعد اذنك. اتفضل يا دكتور، اتفضل اتفضل. بتعيطي ليه يا نادي؟ عشان خايفه عليك، مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. مش عارفه انا كده باذيهم ولا بهزهم من جوه. انت عملت الصح وعملت اللي عليكي. لازم تفتحي البيبان للبنات وهم اللي هيرجعوا لك بالاجابه، عايزين ولا مش عاوزين. خايفه يتاخدوا مني. استحاله، هيفضلوا بناتك طول العمر، مفيش حد في الدنيا يحل محلك ابدا. انا مهما حاولت اوصف لكم واشرح لكم انا حاسس بايه دلوقتي، اكيد مش هعرف. انا من امبارح بالليل وانا بفكر في كلام علشان اقوله لكم، بس اول ما شفتكم مش فاكر ولا كلمه، خايف متوتر، بس فرحان قوي ان انا شايفكم قدامي. كبرنا يا بابا. يا ما تتصوريش قد ايه انا كنت نفسي اسمع الكلمه دي. عايزه تدرسي ايه بعد ما تخرجي من ثانويه عامه؟ انا عايزه. هو انت كنت فين يا بابا؟ كنت فين؟ انا اروح لماما. ايه في ايه؟ تعالي يا قلبي، مالك؟ نيلي طبعا اكيد ما كانش ينفع تقعد القعده دي، بس ان شاء الله مع الوقت هتتعود عليا. احنا اكيد زعلانين منك، يمكن انا فهمت ده واستوعبته وعديته. مش هقولك انه ما اثرش عليا، اكيد اثر،
واكيد كنت محتاجه وجودك في حياتي. انا عارف ان انا غلطان في كل حاجه يا حبيبتي. كويس انك عارف انك غلطان. احنا كمان بنغلط. يعني انا مثلا وانا صغيره كان اي حد بيقول لي كلمه حلوه كنت بسمع له، لحد ما في مره واحده صاحبتي قالت لي انت عارفه انت بتدوري على الحب ليه؟ عشان باباكي مش موجود. خدت وقت عشان استوعب عدم وجودك في حياتي، بس انا دلوقتي خلاص بقيت فاهمه وعارفه كويس قوي ايه عيبي. عشان كده الشخص اللي هختار اني اكمل معاه حياتي هدور فيه على الحب اللي انا ما لقيتوش منك. سامحني على صراحتي، غير كده انا مش زعلانه منك في اي حاجه، باقي كله ماما عوضته. بحترم صراحتك جدا. انت جريئه قوي يا ليلى. انا عمليه. بركه في حضرتك. ما بتتكلميش ليه يا رب؟ انا كنت فاكرك هتتكلمي اكتر من كده. ليه؟ يعني كنت بتكلميني من وقت للتاني. وكل مرة كنت بكلمك كنت بقفل بعدها وكنت بقول أنا ليه كلمتك، زي ما عملت يوم فرح ماما كده. أنا من جوايا كنت عايزاك تيجي عشان تنكد عليها فرحتها وتزعلها، بس بعد ما قفلت معاك أنا قلت أنا ليه كلمتك. أنا مش عارفة أنا عاوزة إيه. قربها النهاردة. أنا اتخرجت من الجامعة عشان أشتغل وأكون مذيعة النهاردة كان عندي ميعاد شغل وكلموني وما ردتش عليهم عشان مش عاوزة أروح. ليه يا رب؟ عشان مش عارفة أنا عاوزة إيه. بابا أنا ما عنديش ثقة في نفسي، مهزوزة في كل قراراتي. كنت محتاجاك في حياتي وأنا صغيرة تشجعني تعرفني نفسي. ماليش نفس لأي حاجة، وفي نفس الوقت نفسي في كل حاجة، بس ما بعرفش أكمل في حاجة أنا عاوزاها للآخر. كان نفسي أحس إن أنا مقبولة في عينك. كان نفسي تغرقنا حب، بدل ما ليلى تروح تشحته من أي حد بره، وبدل ما أنا ما بقاش عارفة يعني إيه حب. كان نفسي تصغر لي بعينك وأخاف منك. كان نفسي إن أجري على الباب وأقول بابا جه، بابا جه، بابا جه، بس بابا ما جاش. ازاي قدرت تعمل فينا كده؟ ازاي قدرت ما تكلمناش وما تشوفناش؟ ما كناش بنوحشك؟ ما كانش بيجي على بالك إذا كنا عيينا مثلا أو تعبنا؟ طب واحنا صغيرين لما كانت هند بتجيلها كومة السكر وماما كانت تنزل بيها جري على المستشفى، احنا كنا بنقعد مع مين؟ انا لما كنت بروح لاي واحده صاحبتي البيت ابوها وامها عايشين مع بعض، انا من جوايا كنت بتقهر، ومش بحسدها والله لا، بس احنا كان بيتنا ناقصه اب، وانت ما كنتش موجود في حياتنا. كان دايما عندي احساس ان انا عندي نقص،
عارفة ازاي اقبل وجودك دلوقتي بعد ما اتعودنا على ان انت مش موجود. عارف لما شفتك انا افتكرت ايه؟ مرة زمان ماما قالت لك تيجي تاخدنا من المدرسة، انت ما كنتش عايز، فجيت اخدتنا انا وأروى. يومها ما كنتش طايق نفسك، مين قالك؟ طريقتك وعصبيتك علينا. يومها كنت مشغل اغنية لأم كلثوم وانا كنت عايزة اتكلم معاك. كان في حاجات حصلت في المدرسة عايزة احكيها لك، كان عندي اسئلة كتير. انا كنت بحب اتكلم معاك، لقيتك متجاوبتنيش على ولا سؤال، وقعدت اتكلم على هناكل ايه على الغدا وان الجو برد، كأنك كنت بتسكتني بس مكسوف تقولها لي. فقعدت بقى تقول اي حاجة، بس انا ما سكتش وقلت لك يومها انا مش عايزة اتكلم على الاكل والجو، انا عايزة اتكلم معاك انت. رحت زعقتلي عشان عليت صوتي، وفضلنا ساكتين طول الطريق. عمري ما نسيت الموقف ده، وكل ما بفتكره بحس ان قد ايه كنت ضعيفة قوي. انا عندي طلب. اطلبي. من فضلك ما تكلمنيش غير على الاكل والجو. النهارده وانت داخل علينا حسيت ان انت كنت خايف مني، وده احساس مضايقنيش خالص، بالعكس انا فخورة بيه. كان كل ما اي حد يسألني عنك اقول له مسافر. ده مسافر، دايما مسافر، ما بترجعش. في حاجة كمان عبيطة قوي بس بتوجعني، عمرك ما هتصدق اصلا. ريحة البرفيوم بتاعتك كنت كل ما اشمها على اي راجل بكرهه من غير اي سبب، وبتعامل معاه بغضب غير مبرر لمجرد انه بيفكرني بيك. برضه مشي، برضه مشي. ايه يا احمد؟ يحيى، في ايه؟ انتوا كويسين؟ مالكوا؟
مساء الخير. مساء النور. أنا طول الوقت اللي فات ده ما كنتش عارف أتعامل معاك بشكل طبيعي. دايما كنت بفكر فيك بشكل مش حلو. مش قادر أسامحك. بس الفترة اللي فاتت ربنا بعت لي ناس كلامهم في نوع من المنطق، خلاني أغير طريقة تفكيري فيك. بس ده برضه مش معناه إني قادر أسامح. بس أكيد هغير طريقتي معاك. ليك حق ما تسامحنيش. أول مرة تقول كده يا بابا. أنا برضو قعدت مع نفسي واكتشفت إني ما كانش لازم أسيبك في مدرسة داخلي بعيد عني. يعني فيها شوية إني ما كنتش عايز أتعب، كنت أناني في حزني. فراقها كان أقوى مني. أنا استسلمت في الآخر وقلت أسيبك. على فكرة أنا مش طالب منك أي حاجة غير إن أنت تخلي الأيام تعدي لحد ما تتجوز وتسافر. على الأقل أقدر أزورك وأشوفك. يا إيهاب إحنا قدر. لا أنت هتقدر تبعد عني ولا أنا هعرف أعيش من غير ما أشوفك. أنا حاولت بس ما عرفتش. أنت اتعشيت؟ ممكن أطلب أي حاجة خفيفة. طب ما تيجي نقوم نعمل أكل أنا وأنت؟ ماشي. بس قول لي الأول، مين الناس اللي كانوا بيكلموك؟ سالي ومين؟ لا هم ما فهمش سالي أصلا. أمال مين؟ حد تعرفه وحد ما تعرفوش. طب نادية وعرفناها، مين بقى اللي ما نعرفهاش؟ شاذة. شاذة. الحمد لله على السلامة. عملت ايه يا يحيى؟ يحيى بكلمك. يحيى. اتفضلي. من غير سكر. شكرا. مالك؟ مفيش. بابا جالنا امبارح، كان بقالنا كتير ما شفناهوش. ما انا عارف، شفتكم.
كانت قاعدة لطيفة، يعني اختلفنا شوية بس عادي. انا سمعت كل الكلام اللي قلتيه لباباكي امبارح. انا اسف على تطفلي، زيك بالظبط. هو مش نفس ده حصل امبارح؟ احنا تقريبا مشاكلنا واحده. انتي محتاجه باباكي وانا محتاج مامتي. لا بس أنا مش زيك، كنت هضيع نفسي. أنا آسفة. لا خالص، كلامك صح. طب أنت على الأقل عارف أنت هتعمل إيه. أنا لأ. يبقى اعرفي. لو كانت سهلة قوي كده كانت اتحلت. أنا بخاف. ما تخافيش. أنا عملت بجد ما بعرفش أتصرف. انا عملت حاجه امبارح اول مره اعملها في حياتي. قررت اتصالح مع نفسي. بمعنى؟ انا لا عمر حد حبني ولا انا حبيت حد. حطيت طاقتي كلها في المذاكره ونجحت ودخلت صيدله، وجنب النجاح والمذاكره حطيت الفلوس عشان احوش بسرعه واكبر. انا في حاجات كتير حرمت نفسي منها عشان احوش. زي إيه؟ اللبس مثلا. انا ما بجيبش لبس غير لما بزهق، وباخد لبس من بابا. خدت بالي. طاهر ومراد فاكريني بخيل. انا مش بخيل. انا باجي على حاجات عشان خاطر حاجات تانية اهم. ان افتح صيدليه مثلا. أنت ما قلتليش يعني إيه اتصالحت مع نفسك؟ قررت اني مش هحط الفلوس هدف. هحب نفسي وهخاف على نفسي اكتر ما هخاف على الفلوس، وكل حاجه هتيجي بسهوله. عارفه، انا نفسي ارجع اعيش الحاجات اللي انا حرمت نفسي منها عشان احوش. حلو اللي أنت بتقوله ده. وانت كمان هتكلمي الراجل تعتذري له علشان ما عرفتيش تروحي امبارح، وهتروحي. لا طبعا، لا أنا مش جاهزة لحاجة زي دي خالص. مش مشكله، هنحاول تاني وتالت وتقدمي في حته تانية وهتشتغلي. نجحت واتقبلت وهتمرن من الاسبوع الجاي وهشتغل كمان 3 شهور. طب انت عامله كده ليه؟ انا قلت انت ما تقبلتيش. عشان انا مش مصدقه نفسي يا علي. شكرا بجد. انا ما عملتش اي حاجه، انت اللي عملتي كل حاجه ونجحتي زي ما انا نجحت بالظبط وانا ببيع الادويه متجدوله. يا بس بقى اسكت. بقول لك ايه، انت معاك فلوس؟ نمتي؟ لا لسه. هو ايه اللي حصل؟ مش عارف انا يا بنتي ايه اللي حصل ده. واد مراد طلع مصاحب. لا، ومصاحب مين؟ بنت سالم. هو ما كانش قايل لكم خالص ان هو مصاحبها؟ لا، هو طاهر مره جاب سيره الموضوع كده بس توه على طول. تفتكر انكل هيعمل معاه ايه طيب؟ معرفش ممكن يعمل ايه، بس استحاله يكمل مع البنت دي. اكيد بيحبها. ما يتنيل يحبها، ما ينفعش، استحاله. طب هو انت لو مكانه كنت هتعمل ايه؟ انا ما احبهاش من الاول اصلا. انتي لو مكانه هتعملي ايه؟ لا ما اعرفش يا علي، انا عمري ما حبيت قبل كده. ما انا كمان ما حبيتش قبل كده، مش عارف. يبقى احنا الاتنين حكمنا هيبقى غلط. أرى، هو انتي فعلا خالص ما حبيتيش قبل كده؟ ولا بعد كده؟ هو ده وقته؟ انا منبسط قوي وانا بكلمك. ده وقته برضو؟ انا بقول لك بس عادي يعني. وانا كمان بنبسط. تصبح على خير. طب هشوفك بكره؟ علي احنا في نفس البيت على فكره، ما تكبرش الموضوع. صح، ماشي. تصبح على خير. باي. يا ماما يا ماما الحقيني والنبي يا ماما يا ماما. في ايه؟ في ايه؟ والنبي مشينا من هنا بقى، كفايه كده. حصل ايه؟ دخل عليا الاوضه بفتح عيني لقيته قدامي. هو مين ده؟ مراد.
يعني ايه دخل اوضتك ازاي؟ مش عارفه يا ماما، الحيوان كان فاكرني نايمه، ولما صحيت ولقيته رحت مصرخه طلع يجري. طب هيخش ازاي والاكره من ناحيتنا يا بنتي؟ يمكن متهيألك. لا يا انكل مش بيتهيألي يا ماما، والنبي بقى مشينا من هنا. يعني المفتاح معانا، هيفتح ازاي؟ يعني وبعدين هو مراد هيعمل كده ليه اصلا؟ ماما انا مش بكذب، والله العظيم دخل عليا الاوضه ولما صرخت طلع يجري. البنت ما بتكدبش. قوم ما تعملش نايم. يا بابا ما هو نايم قدامك اهو. انت بتغطي عليه. اغطي عليه في ايه؟ في ايه يا بابا؟ انت ليه نزلت لها ودخلت عليها الاوضه؟ نزلت لمين؟ انت هتستهبل؟ ليلى. يا بابا مراد ما اتحركش من على السرير. انت تسكت خالص. انا صاحي والله ما نمتش، ما اتحركش من على السرير. سيبه يا طاهر. كمل يا بابا. كدبني. هو فاضل ايه تاني انت ما عملتوش؟ مش ضربتني وهنتني؟ كمل. ورحمة امي ما قام من على السرير يا بابا. بس الباب تحت مفتوح. هي اللي فتحته. وهي هتعمل كده ليه؟ بابا البنت دي شر ودماغها سم. توصل للدرجه دي؟ واكتر من كده كمان، عشان هي اتفضحت قدامي. هفهمك كل حاجه. ماما انا عايزه ارجع البيت، انا مش هقدر اقعد هنا كمان دقيقه واحده. هو انتي ساكته ليه؟ هو انتي تستني يحصل لنا تاني اكتر من اللي حصل؟ مين الولد الشمال اللي مراد قال عليه ده؟ تصدقي كلام السافل ده؟ ده خالد، ابن صاحب السنتر، وعلى فكره ولد محترم جدا. وانت عرفتي منين ان هو محترم جدا؟ وعرفتي منين ان هو ابن صاحب السنتر؟ انا بروح السنتر كل يوم على فكره، وهو اللي ماسك السنتر. بيقعدني قدام انا وصاحباتي عشان نخلص من غلاسه الولاد اللي ورا، وبيشيل لنا الملازم قبل ما تخلص. وعلى فكره هو ما بيعملش معايا كده لوحدي، بيعمل كده مع كل البنات، ومش عشاني، عشان سمعه السنتر. ومراد يعرفه منين؟ يوم ما وصلني وشافني واقفه معاه بعد الحصه، وما كنتش لوحدي على فكره. اول ما ركبت معاه العربيه هددني ان هو هيقول لماما على كل حاجه. وراني الفيديو اللي متصور من كاميرا مراقبه بيت صاحبته، اللي هو مش قايل لهم ان هو مصاحبها. فيديو ايه؟ انت عارفه ده كله ازاي اصلا؟ الفيديو اللي انتي واروى كنتوا بتفضوا فيه الكاوتش بره. لما عرفت ان الفيديو ده متصور من كاميرا الفيلا اللي جنبهم، صاحبت على البنت دي واخدت رقمها، وعرفت ان هي اللي مسجلها محسن. كنت محتاجه اعرف ليه يعني هو عامل كده وليه مخبي. كنت كمان عايزه اعرف ايه سبب الخناقات اللي بين باباها وبين انكل حسن. فسالت مصطفى وقال لي، عشان كده فضحته قدام اخواته. هو انا لو على راسي بطحه ولا مخبيه اي حاجه ولا هو ماسك عليا حاجه كنت هعمل كده؟ ساكته ليه يا ماما؟ ده لعب عيال في عيال. لعب عيال مش لعب عيال. انا مش هقعد هنا دقيقه واحده تاني. لو اي حد فيكم كان حصل له اللي حصل ما كنتش هتسكتوا. في ايه يا ماما؟ ولما مراد سأل عليه طلع الواد مش مظبوط يا نادي. مش مظبوط ازاي؟ بيعرف بنات كتير من اللي بيروحوا السنتر وعامل معاهم مشاكل، وفي بنت منهم اتجوزها عرفي وابوه اللي لم الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومراد عرف منين؟ من واحد صاحبه ساكن جنب السنتر. وهو ليه يسأل اصلا؟ ده اللي فارق معاك يا ناديه؟ رد عليا، مراد سأل عنه ليه؟ عشان شافها معاه هي وصاحبتها. ولو افترضنا انه شافها معاه لوحدها، مراد عمل كده ليه؟ يا ناديه شافها معاه في العربيه. اخته قلق عليها. اخته يطلع لها اوضتها في نص الليل ليه؟ مراد ما عملش كده. الباب كان مفتوح. يا ناديه عليها انت يعمل كده ليه؟ وهي هتتبلى عليه ليه؟ ابنك بيكذب يا حسن. مراد ما بيكذبش. ده على اساس ايه؟ ما هو مصاحب البنت ومخبي عليك انت وعلى اخواته. دلوقتي بقى مراد ما بيكذبش. يكذب عشان بيحب لكن ما يأذيش حد. انا ولادي مش كده. يعني انا اللي بناتي كده؟ اكيد ده مش قصدي يا ناديه. امال قصدك ايه يا حسن؟ حسن انت ولادك كدابين. امال علي عمل ايه؟ ومراد عمل ايه؟ مع ان ما كانش باين عليهم. هما بقوا ولادي دلوقتي؟ مش كانوا ولادنا؟ انا بناتي خط احمر يا حسن.
انت جاي تقول لي ان بنتي بصاحبه واحد وبتركب معاه العربيه وماشيه معاه وبتكذب عليا وبتتبلى على ابنك وعاوزني اسكت؟ بنتك عاوزه تمشي من هنا باي شكل، بسبب بقى مراد شافها ولا بسبب حاجه تانية؟ ده اللي لازم نناقشه. اديني اماره واحده تخليني اصدق ابنك الكذاب. انا مصدقه. ما تفرقش معايا. امال يفرق معاكي ايه يا ناديه؟ اللي شفته واللي حصل. انت بتزعقي ليه؟ عشان انت مستفز. انت اللي مش عاوزه تسمعي يا ناديه. لما تقول كلام عادل كل اللي بتقوله هبل. خلي بالك من كلامك يا ناديه. لما تقول كلام موزون ابقى خلي بالي من كلامي. انا بقول لك الحقيقه. انت بقى عاوزه تدفني راسك في الرمل، ده موضوع تاني. بنتك ماشيه مع الولد. اسكت خالص يا حسن، وما تجيبش سيره بنتي على لسانك، ولحد كده وكفايه. يعني ايه كفايه؟ فهمها زي ما تفهمها. لا افهمها. يعني خلاص دي اخرها يا حسن، وانا قلت لك من الاول ان بناتي خط احمر. يا ناديه سيب ايدي من فضلك. انت بتسيبيني يا ناديه؟ ولو هسيب عمري كله عشان خاطر بناتي انا هعمل كده. طلقني. ألف مبروك يا حسن، ربنا يسعد أيامكم ويفرحكم دايما ببعض. احنا اتطلقنا النهارده الصبح. يا جدع بطل بقى. اتطلقنا. طب يلا عشان نتصور. ممكن نتصور مع بعض؟ اكيد طبعا، تعالي الناحيه دي. انا مبسوطه جدا ان حضرتك معانا النهارده. مش طبيعي اللي حصل ده. انا كنت متوقع اصلا. كنت متوقع ان هما يسيبوا بعض. مش بالسرعه دي بس كنت متوقع. وبنيت توقعاتك دي بقى على اساس ايه؟ هو بابا وطنط عرفوا بعض امتى وفين وازاي؟ ده هيعرفوا بعض امتى اصلا؟ فطبيعي مع اول مشكله هيبعدوا. علاقه هشه. ايوه يا طاهر، بس انت علاقتك بندى مثلا بقالها سنين، يعني المفروض انت فاهمها وهي فاهماك وعارفين بعض كويس. ومع ذلك لما المشكله حصلت انت اكتشفت ان العلاقه هشه. ما تزعلش مني. لا ازعل ايه بقى؟ مبقتش بزعل من حاجه. قولي انت ايه رايك في اللي مراد وليلى عملوه ده؟ الاتنين كدابين، بس ليلى كدابه اكتر. على فكره مراد ما دخلش الاوضه، انا كنت صاحي. من غير ما تقول انا عارفه. هو السؤال هنا هي ليه عملت كده اصلا؟ هي ما كانتش مرتاحه عندكم. مين كان مرتاح يا هند؟ الوضع ما كانش كويس يعني. يلا الحمد لله اللي كلنا كنا عايزينه حصل. على رايك شويه وهينسوا اذا كان بابا ولا طنط. ممكن، بس انت مش مستغرب حاجه؟ ايه؟ يعني اللي انت كلمتني واني رديت وان احنا نتقابلنا وخلاص احنا المفروض ما نتقابلش، اللي احنا عايزينه حصل، الجوازه اتفركشت. يعني احنا علاقتنا علاقه صحاب يعني، وعلاقه الصحوبيه دي بتدوم اكتر من اي علاقه تانية. بس هي ماما لو عرفت ان احنا بنتقابل هي مش هتستوعب اساسا. والله ولا بابا صدقيني.
استاذنك اخد التليفون ده. يوسف، عامل ايه؟ اخبارك؟ هند؟ ماشي هبعت لك رقمها. اوكي ماشي، يلا قابلك بالليل. باي باي. سلام. هو عايز رقمي ليه؟ اكيد عشان الفكره اللي انت قلتها له، ما طالما دخلت في دماغه يبقى ينفذها. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب اروى هنا؟ اروى؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضحك بس. ايه اللي في دماغك؟ علي قبل ما انزل كان بيغير هدومه عشان رايح مشوار، فبيسالني ما تعرفش كافيه بقى كويس وبتاع، فقلت له على الكافيه ده. وبعدين سالته انت محتاج كافيه، فقال لي بسال في العموم. فلو اللي في دماغي يا هند. ايوه، ايه اللي هيخلي علي يقابل اروى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الحوار ده؟ ازيك؟ تعالي اقعدي. ايه الاخبار؟ كله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مش مصدق. ابويا وامك لو شافوا المنظر ده اقسم بالله هيتشلوا. مش مصدقه. بقول لك ايه، تعالي قومي. هاتي الموبايل ده. واحده واحده بقى. الو. مفاجأة؟ ايه ده؟ بتعملوا ايه هنا؟ بتعملي ايه؟ اهلا اهلا ايه الحوار ده؟ اروى، انا في حاجات كتير عايز اقولها لك، بس غالبا مش هعرف اقولها وانا واقف قدامك. بس كل اللي جوايا وكل اللي حواليا بيقولوا لي ان انا لازم اقولها لك. اروى، انا حاسس ان انا بحبك. كل اللي جوايا كل اللي حواليا بيقولوا لي ان انا لازم اقولها لك. اروى، انا حاسس ان انا بحبك. يعني انتوا كده سبتوا بعض؟ معرفش. هو ايه اللي ما تعرفش يعني؟ هو اللي حصل بقى. يعني ايه هو اللي حصل؟ طب انت كلمتها؟ مش بترد عليا. انت كلمتها ولا؟ بس خلاص بقى. اتفضل يا دكتور، اتفضل. مساء الخير. البنات قالوا انك وحشهم، فقلت لازم اجيبهم واجي لك. ترحب بينا ولا نمشي؟ انتوا وحشتوني. حالك اكتر والله يا انكل. ازيك يا ليلى؟ ازي حضرتك؟ اخبار الدراسه ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضل اقعد يا بنات. بعد اذنك يا باشمهندس، انا كنت عايزك في كلمتين على انفراد. طبعا. ولو تسمح عايز علي واروى معانا. اوكي. اتفضلوا. اتفضلوا يا بنات، ارتاحوا. اتفضلوا. تعالى نروح نلعب يا بيس. مراد عايزاك. انا اسفه. انا لا اسف، انا عمري ما احب ان انت تتضري. ربنا يخليك ليا. انت فينك كده بقالك كام يوم؟ ولا حاجة، مذاكرة وجامعة وبيت، عادي يعني. قابلتي يوسف؟ قابلته النهاردة. قال لك حاجة؟ عن الشغل وكده يعني؟ ما تيجوا تقعدوا معانا عشان نشوف بيقولوا ايه. يلا. اول ما اروى قالت لي انا قلت اجيب البنات واجي لك علشان نفكر مع بعض هنفرحهم ازاي. وبما اني ابو اروى فانا بطلب علي منك، زي المثل ما بيقول اخطب لبنتك. الصراحه يا بابا انا عايز اقول لك بقالي فتره، بس مش عارف يعني. مين قال لك ان انا ما اعرفش؟ وساكت ليه يا ابو علي؟
انا عارفه يا انكل ان موضوع ماما هو المشكله. انا قلت لبابا بس هو عنده وجهه نظر تانية. يا حبيبتي بما اني انا وانكل حسن موافقين فناديه اكيد مش هتعترض. عارف المشكله فين يا حسن؟ فين يا يحيى؟ فيك انت وناديه. انا استحاله هقف في طريق سعاده ابني مهما حصل. انا بحب ناديه وقفلت كل المساحات اللي ممكن تخلينا نتقابل، بس هتصرف يعني. طالما علي واروى مبسوطين فده عندي بالدنيا واللي فيها. انا ممكن اكلم ناديه عادي جدا. ربنا يخليك ليا. خليكي ليا يا حبيبتي. انا اول مره احس ان انا بعمل حاجه مفيده ليكي في حياتي، ويا ريت تسامحيني على كل اللي فات. انت بقى عاوز تكبرني يا ابن اللذينه؟ انا عارف انك هتيجي على نفسك شويه عشاني. حبيبي ربنا يسعدكم يا رب. يا ولاد تعالوا. ما يكون زمامير ولا اختراع. يا ولاد انا لازم اقول لكم على الخبر السعيد. علي هيخطب اروى بنسبه 70%. طب وبقيت 30%؟ في ناديه بس خير ان شاء الله.